هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. والآن مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. أهلا بكم في برنامج البرنامج. النهاردة حلقة مختلفة، النهاردة نص حلقة. كان في كلام اتقال ان في حلقة او اتنين اتمنعوا من العرض. الحقيقة احنا كنا ما عرضناهاش علشان كانت معلوماتنا غير دقيقة ساعتها، لان ده كانت تقريبا تاني حلقة عرضناها في رمضان. الحلقة ديت عن سيادة اللواء عمر سليمان، فاحنا هنعرضها النهاردة، واحنا بنؤكد احترامنا التام لكل رجال المخابرات والمخابرات العامة، واحنا لا نقصد من هذه الحلقة اي شيء خالص، ولا ان احنا بنشكك في اي شيء. هي حلقة هزار مع سيادة اللواء عمر سليمان، وبما ان هو بقى مرشح رئاسة الجمهورية وعملنا كل المرشحين هو لا، فعملنا له حلقة لطيفة له، وارجو ان هو يتقبلها، وارجو ان احنا نفضل موجودين بعد الحلقة دي، موجودين على الهواء او على الحياة. فتابعونا من الحلقة التي لم تعرض بعد من برنامج البرنامج. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم الجديد، برنامج البرنامج. إيه يا جماعة، في معلش يا باسم، هو اليوم باين من أوله. عندك حق برضه، أنا النهاردة صاحي قلبي مقبوض، ربنا يستر. أهلا بكم. في الشهور الأخيرة فجأة بقى في أمل. كان في مشاكل كتير مستعصية ملهاش حل، كانت مقفلة وفجأة اتحلت. على أرض مصر الثورة وقع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تعثر لسنوات. بس كده، بعد الهلع اللي احنا عشنا فيه من شبح الجفاف، وبعد ما كانت اثيوبيا قفش علينا، فجأة الدنيا بقى فيها بصيص أمل. وفد الدبلوماسية المصرية ينجح في إقناع إثيوبيا بتعليق توقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل. السؤال هنا، ليه فجأة كل القضايا دي اتحلت مع بعض؟ مين اللي كان مسؤول عن الملفات دي قبل كده؟ الرئيس الإثيوبي ميلس زيناوي الوفد الدبلوماسي الشعبي عمر سليمان سبب تدهور العلاقات بين مصر وإثيوبيا. عمر سليمان بالذات كان يقود المعركة ضد حماس وضد غزة. اللي هو عمر سليمان في يا جماعة في ايه؟ معلش يا باسم، اليوم ده شكله مش هيعدي على خير. اللي هو عمر سليمان أفضله كتير على البلد، ما كانش في ملف بيمسكه إلا لما كان بيظبطه. توصل أطراف الحوار الوطني في اجتماعهم أمس برئاسة السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية إلى التوافق على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة المخاطر التي تواجه مصر في ظل الأزمة الراهنة من تراجع في أمن المواطنين. ده حتى كان هو المسؤول عن ملف الحوار مع الثوار وقوى المعارضة المختلفة اللي كانت في ميدان التحرير. أنا فجأة ابتديت أتشائم. لكن برضه ما ننساش انه كان برضه مسؤول عن ملفات تانية بره مصر. ملفات كثيرة شكلت جدول أعمال زيارة وزير الخارجية المصري ومدير مخابراتها عمر سليمان، كما أن ملف الوحدة بين شمال السودان وجنوبه كان محل اهتمام الزيارة المصرية. أهو واحد من الملفات اللي مشيت زي الفل. جنوب السودان يحتفل بالإعلان عن نتائج الانتخابات التي جاءت لصالح الانفصال عن الشمال بنسبة 98%. اللي هو عمر سليمان. ما تخلص الحلقة النحس دي يا آسف. بس اللي هو عمر سليمان كان دايما عنده تفاؤل وإقدام في كل ملف بيمسكه. كلفه مبارك تولي مهمة الوساطة في صفقة الإفراج عن الأسير جلعاد شليط والتي لم يكتب لها النجاح. فشل آخر اختبره سليمان في وساطته بين الإخوة الأعداء، حيث عجز المصري عن لم شمل الجناحين الفلسطينيين فتح وحماس.
High expectations. سلام قول من رب رحيم. تفتكروا اللواء عمر سليمان كان ممكن يكون مسؤول عن ملفات تانية؟ لكن ما نقدرش ننكر صلته القوية بزعماء العالم. كفاية ان اسرائيل بتخاف منه. في النهاية ما نقدرش ننكر دوره الحيوي كنائب للرئيس. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. دلوقتي بس أنا فهمت مين اللي أسقط النظام. سيادة اللواء. الله يخرب بيتك يا بس. We can say only go home. Todo